عليكم حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا قلت اعمل معاكم فيديو تفريز الطماطم. انا حطيت شوية طماطم، لقيتها بينادوا عليها الطماطم. تخيلوا الطماطم بكام؟ ب5 جنيه، يعني حاجة حلوة قوي. انا ساكنة في المعادي، فقلت ايه، يعني كنت قاعدة بنشر فقلت ايه، لا انا اجيبها افرزها واشيلها يعني دايما بفرز انا في التلاجة وبتخلص، فكانش عندي طماطم. فنزلت بقى جبت قال 4 كيلو ب20 جنيه. هي اي نعم فيها وحدتين كده وحشين، بس يعني جميلة، مش لا قدر الله فيها حاجة وحشة. بس فانا قلت ايه بقى، اجيبها واعمل لكم فيديو بيه، ان اقول لك على الاسعار. والبطاطس ب10، جبت بطاطس ب10، والبصل اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده. البطاطس ب12 ونص. فجبت بقى، قال لي ايه اجيب لك كيلو ونص. قلت له ماشي، هات البصل. البطاطس ب10 والبصل ب12 ونص. بس فقلت بقى ايه، ما اكسلش بقى وكده واقعد وبعدين ايه تبوظ. يعني انا 4 كيلو، انا لوحدي طبعا، فمش يعني مثلا لو سبت نص كيلو ولا حاجة في الثلاجة كده هتبقى حلو. فقلت بقى ايه، احطها في الحلة واسيبها بقى هي تغلي بنفسها كده، وبعدين بضربها واصفيها واحطها في الفريزر. هي سهلة جدا. انا دلوقتي وريتكم الخطوات دي. سايبه عليها المية كده، وبحط ملح عشان طبعا يعني لازم تحطي شوية ملح كده في الغسيل، عشان طبعا الرش والمبيدات والحاجات دي. في اي حاجة، في اي غسيل ملح وخل. يعني الخضرة خل لازم، لكن الخضار ممكن ملح بس. يعني حاجة يعني حاجة من الاتنين تشيلك بقى التراب والحاجات اللي هي المبيدات والكلام ده. انا بقى ايه، هخلص القوطة كلها، لسه طبق زي ده تاني بس. فانا هسيبكم بقى دلوقتي وارجع لكم تاني. سلام حبايبي يا حلوين. معلش بقى، غسيل الطماطم، القوطة يعني برضك لازم تغسليها حلو قوي وتحطي ملح زي ما قلت. فحطيتها بقى الحلة اهي، حطيتها على النار وهغطيها، وما تغلي بقى شوية كده هشوف احط شوية سكر او شوية ملح. فاللي هعمله هوريه لكم، تمام؟ ولما تغلي خالص هوريها لكم يعني، تمام؟ انا حبيت بس اقول لكم ان ايه، انا كده حطيتها في الحلة، والحلة عليها يعني مولعة عليها النار. فربنا يسهل بقى ونشوفها في الأكياس كده ان شاء الله. يلا باي. السلام عليكم حبايبي، واصحابي واولادي واحفادي. كده بصوا ادي الطماطم بعد ما سلقت، وبس بسيبها بقى تبرد. هحطها شوية على النار تغلي غلوتين كده. بس بقى لما اضربها وصفيها، طبعا لازم تتصفى عشان القشور دي. بس بعدين هقول لكم هعمل ايه، ويا رب بس تجربوها وتعجبكم. انا رجعت تاني والخلاط اهو. انا بس عايزه اوريكم الخلاط وهو بيتضرب اهو. معلش بقى صوت قوي، بس معلش. تمام كده. انا بقى هعمل بقية الكمية وارجع تاني علشان اوريكم الحلة. هغسلها واحط فيها كل القوطة اللي اتصفت،
وهوريكم ازاي بعبيه في الكيس. تمام. انا رجعت وبس عايزه اوريكم مرحله التصفيه. يعني حطها في المصفى. انا ضربت بقيه الطماطم. دي مرحله التصفيه كده عشان القشر والبذور كده، يعني عشان القولون طبعا احنا بنعصر كده. تمام. انا بس بوريكم خطوه بخطوه، وبعد كده هروح حطها بقى في الحله اوريها لكم، وهضيف عليها ايه واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. رجعت لكم تاني. الحله اهي غسلتها طبعا، وشوفوا النار بتبقبق ازاي، قصدي الطماطم بتبقبق. طالما كده يبقى ايه داخله على الغليان. انا بقى هعمل ايه؟ هحط بقى معلقتين سكر. طبعا السكر ده عشان تتحفظ. معلقتين سكر، ادي 1، ادي 2. تمام. وهحط معلقتين ملح، ادي 1، ادي 2. تمام كده عشان المعلقه التانية كانت كبيره شويه. ها كده هفضل اقلب كده فيها. هو في ناس بتحط زيت، انا ما بحطش الزيت، فكل واحد طبعا ليه طريقه. انا بحط الزيت. انا كنت بحط سكر بس، فايه قلت بردك حط لها ملح على اساس يعني تبقى ما تاخديها تحطيها في اي حاجه تبقى طعمها كده مالح شويه. بس عايزه اوريكم بس اللي طلع من التصفيه اهو. ده اللي طلع من التصفيه 4 كيلو قوطه. طبعا البذر والتفل فده بيتعب لما تيجي تحطيه في اي اكل. تمام. بس انا كده هسيبها تغلي شويه كده على اساس يعني ايه شبه تصلصل. بس انا مش هتصلصل زي البطرمانات اللي بتبقى جامده. وهبتدي احطها بقى في اكياس، وهوريكم الكياس خدت كام كيس. تمام يا رب. انا هوريكم بقى الكياس خلاص كده، هي كده خلاص بس بتغلي شويه. هوريكم الكياس واوريكم خدت ال4 كيلو كام كيس، على قد يعني كل واحد على قد اللي بيستعمله. مثلا هعمل شويه كتير، مثلا لو عايزه محشي، لو عايزه خضار، لو عايزه اي حاجه تحطي فيها صلصه. بس فكل واحد حسب رغبته. انا هوريكم بقى الكياس، ويا رب هو فيديو كمان كده، يا رب بس يعجبكم وتجربوا القوطه كده بالمنظر ده. تخلوها بقى في الفريزر حلو. في طبعا اللي عنده دي فريزر يعمل اكتر، يجيب سبت على اساس في رمضان القوطه بتغلى. فربنا يا رب يبارك لكم ويدخل علينا رمضان بالخير والسعاده. ويا رب يعجبكم الفيديو وتجربوا الطريقة. واتمنى ان الفيديو يكون خفيف عليكم، وريت بقى تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصل لكم كل جديد، وانشط بقى قناتي. ماشي. يلا اقول لكم ايه، سلام مؤقتا برضك. السلام عليكم حبايبي. طبعا انا قلت لكم بقى، بس كنت ورايا شويه حاجات كده. قلت لكم هوريكم الصلصه. خلاص كده عملت 4 اكياس. انا ما كانش عندي اكياس تلاجة، ففي الكياس العاديه، فعملت 4 اكياس ال4 كيلو. بس اتمنى، قلت لازم اوريكم الكياس الصلصه، ادخلها بقى التلاجة. واتمنى ان الفيديو يعجبكم يا رب، وتعملوا بقى تفرزوا طماطم، وتفرزوا. عايزه بقى افرز
بتاع ده مانجا، بفرز مانجا وبفرز فراولة. أنا عندي فراولة من السنة اللي فاتت. فيا رب يعجبكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية حبايبي، وتصلوا على النبي كده وتدعموني بلايك وشير وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل جديد. وانا دايما هعمل لكم فيديوهات، ويا رب تعجبكم يا رب. واقول لكم ايه، تصبحوا على خير، باي باي.